من كام يوم او من فتره يعني بسيطه طلع خادم مسيحي كتب تعليق خطير جدا 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 عن شنودة الثالث بطرك الكنيسه الارثوذكسيه اللي كان قبل الانبا تودروس الثاني. بيقول ان كان في واحده اسمها مدام لونا وكان عندها جناح هناك في الكاتدرائيه، معرفش هم مقضينا فنادق ولا ايه. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان الشخص ده بيقول ان البابا شنودة كان بيطلع لمدام لونا قدام حضراتكم الكومنت بتاعه بيرد على حد، فبيقول لا مش لازم التفكير الشمال. طب ما القديس البابا شنودة كان عنده، مش عارف يعني ايه كان عنده دي يعني كلمه كان عنده دي مش حلوه في حد ذاتها. كان عنده مدام لونا وكان عامل ليها جناح في الكاتدرائيه وكان لا مؤاخذه بيطلع عندها. نهار ابيض يا جماعه الكلام ده، يعني شوفوا 3 اسطر يودوا في داهيه. يعني البابا شنودة القديس كان عنده مدام لونا وكان عامل ليها جناح في الكاتدرائيه وكان بيطلع عندها. كان بيطلع عندها يعمل ايه يا جماعه؟ طيب يجي بقى واحد مسيحي او واحده مسيحيه عفوا الكلام ده لو معاذ او غيره قرأه هيحفل على الكلام ده وما هيصدق يعني انتوا كل مشكلتكم ان معاذ يقراه؟ يعني انتوا كل ازمتكم في الحياه يا استاذه ريم رمسيس، ازمتك في الحياه مش ان هو حصل، لكن ازمتك ان معاذ يقراه وهيحفل. طب اديني بحفل اهو يا استاذه ريم. هو صحيح البابا شنودة كان بيطلع عند مدام لونا بحسب كلام الاستاذ المحترم واصف؟ لا، وفي حد عامل رياكشن بيعيط. لا 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 يا جماعه ما تحسسونيش ان انا وحش كده يا جماعه. مش كده يا جماعه، مش بالطريقه دي لو سمحت، مش معقول كده.